جدا جدا جدا. انا منال من قناه ست البيت. انا جايه لكم النهارده بفيديو جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا الايام دي على مشارف عيد الربيع او شم النسيم. واحنا متعودين في الايام دي ان احنا في عادات او طقوس بنعملها. كتير من الناس بيحبوا يعملوها قبل شم النسيم. النهارده الفيديو بتاعي مختلف شويه. انا جايه لكم هنعمل مع بعض السردين المملح، بس بطريقه مختلفه عن اللي اتعلمناها من امهاتنا زمان. انا شايله الراس وخلياه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفرغاه خالص من الامعاء بتاعته. هيطلع نتيجته مضمونه على ضمانتي، ولما تجربوه هيعجبكم جدا. طبعا مش هيطلع له ريحه استحاله، لان انتي شايله منطقه الراس وشايله الامعاء. طيب في حد هيسالني هيقول لي طب ده اكيد اتغسل. هقول لكم اتغسل وصفيته كويس ونقعته في التلاجة لمدة ليلة كاملة زي ما حضراتكم شايفين، وقاعدة بالمناديل بتاعة المطبخ. من ساعتها عمالة انشف فيه علشان مش عايزة يبقى فيه خالص نقطة مية في السردين بتاعي، وحتى لو جه عليه مية مفيش اي مشكلة. انا هخليله النهاردة معاكم بطريقة بسيطة وسهلة جدا، بملح وشطة فقط. مش هحط لا زيت ولا ليمون ولا اي حاجة من الاضافات دي خالص. كل الاضافات دي ممكن نحطها بعد التخليل مع بعض. ممكن نحط الزيت، هقول لكم ازاي نغلفه والايام اللي نقدر نسيبه ونفتح عليه امتى ان شاء الله باذن الله. كل ده هنقوله في الفيديو بتاعنا. اهم حاجه ان الطريقه بتاعت النهارده تعجبكم ان شاء الله باذن الله. رجعت لكم يا حبايبي. معايا علبه نظيفه زي ما حضراتكم شايفينها كده. طبعا انا عامله كميه قليله، ده مقدار كيلو. انتي تقدري تخليلي حسب ما انتي عايزه، بس انا عشان انا اللي باكل السردين المملح، اي حاجه مملحه انا باكلها لوحدي، فهيبقى كيلو هيبقى كتير عليا، فانا هعمله معاكم وانتي تزودي المقدار اللي انتي عايزاه. زي ما حضراتكم شايفين علبه نظيفه ومتاكدين ان هي نظيفه، وهحط فيها كيسين زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. مش عارفه الكاميرا موضحه معايا ولا لا. كده انا حطيت الكيسين بتوعي بقلب العلبه زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى يا جماعه، انا ما اتكلمتش عن مقدار الملح. مقدار الملح انا مش هتقيد بمقدار معين، انا هحط بالنظر، لان في ناس بتحب الملح يبقى كتير. انا من الناس اللي بحب الملح في اي حاجه بخللها تكون خفيفه شويه، فانا مش هديلكم مقدار، انا هحط لكم بالنظر، وانتوا لو عايزين تزودوا في الملح والشطه ده حسب الرغبه بتاعتكم. انا هحط شويه ملح في الارضيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدا اخد السردين بتاعي. خدوا بالكم من الرصه دي مهمه جدا. كده ظهر السردينه، بطن السردينه لو انها مفتوحه، يعني بطن السردينه كده في ظهرها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدا ارص زي ما حضراتكم شايفين كده. اول رصه معايا اهي، هرش حبه ملح وشطه، وارجع ارص الرصه بتاعتي التانيه. احنا رصينا اول دور زي ما حضراتكم شايفين كده. الدور التاني هنعكس الديل، هيبقى تحت فوق والمكان الراس تحت.
زي ما حضراتكم عارفين ان السمكه بتاعت السردين عشان تتخلل لازم يكون سمك بلدي زي ما حضراتكم شايفين كده، بتبقى مبرومه شويه. انا جايباها حجم وسط، فهياخد وقت في التخليل شويه عن 3 ايام. هكمل بقيه الرصه معاكم اهو. قلنا ادي الظهر في البطن كده بالطريقه دي. الطريقه دي هتعجبكم جدا ومش هتشم ريحه زفره خالص للسردين. زي ما حضراتكم شايفين انا رصيته الرصه دي، يعني اول طبقه كانت ملح وشطه، وبعدين حطيت السردين رصيته ظهر البطن، وبعدين الطبقه الثانيه الديل عكس الراس زي ما حضراتكم شايفين، وكله جنب بعضه بالشكل ده. وهبدا احط الملح بتاعي، وزي ما قلت لكم الملح اختياري. وفي حاجه تاني مهمه يا حبايبي، ان انا هستعمل الملح الخشن مش الملح الناعم، عشان الملح الناعم مع السردين يمتصه، وتبصي تلاقي السردينه ناشفه معاكي مش طريه ولا زبده. انما الملح الناعم الملح الخشن اللي انا استخدمته النهارده ده هيخلي السردينه بتاعتي طعمها جميل جدا وطعمها زي الزبده، وانتوا بتاكلوها ان شاء الله باذن الله. وكده يا جماعه الرصه بتاعتي خلصت. دي الكميه الجميله الصغنونه اللي على قدي. هبدا دلوقتي نغلف مع بعض السردين بتاعنا. طبعا انا زي ما قلت لكم انا حطاه في السين بالشكل ده. اهم حاجه في الموضوع كله ان انا اتاكد من تفريغ الهواء، ما ادخلش اي هواء خالص في الاكياس. اضغط بايدي زي ما حضراتكم شايفين كده خالص، واتاكد ان مفيش هواء في الاكياس، مفيش هواء خالص في الاكياس بتاعتي. واربط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا برضو قبل ما ادخله العلبه عشان ابقى متحكمه هربط الكيسه بتاعتي بالشكل ده. وهجيب عندي الستريتش بتاع المطبخ زي ما حضراتكم شايفين كده. هحط كمية عندي وابدأ اغلف بالراحة كويس جدا السردين بتاعي. ومن الاتجاه التاني زي ما حضراتكم شايفين كده. كده اللفه عندي انظبطت خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هبدأ ارجعه في العلبة بتاعته المحكمة زي ما حضراتكم شايفين كده، واخد العلبة بتاعتي برضو هاخد الرول من بره
زي ما حضراتكم شايفين كده. كل ده علشان اتاكد ان مفيش هواء هيدخل خالص للعلبه بتاعتي. كده العلبه بتاعتي انا اتاكدت ان هي اتغلفت كويس جدا. تعالوا يا حبايبي اقول لكم ايه طريقه التخزين ونفتح على السردين بتاعنا امتى. طبعا العلبه بتاعتنا كده التغليفه بتاعتها تمام التمام. انا كل يومين او يوم هقلب العلبه كده او كده على جنب من الجناب، بحيث ان الملح يطول كل السردين من جوه. طيب انا عندي عشان سمكه السردينه ضعيفه عن السمك البوري، فده الحجم ده مش هيستحمل. لو هو اصغر من كده مش هياخد غير 3 ايام او 4 ايام، بس عشان هو حجم وسط فهو هنفتح عليه بعد 7 ايام بالظبط. يعني النهارده رجعت لكم يا حبايبي بعد ما فتحت على السردين بتاعي بعد 7 ايام من تخليله. عايزه اقول لكم الطعم حكايه، وزبده كانك فعلا حقيقي بتاكلي زبده. هيعجبكم جدا لو جربتوه بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم كمان معلومه يا حبايبي، ما تزودوش في الحجم ده عن 7 ايام علشان ما يسحبش الملح ويحدقه اكتر من كده. وكمان لو انت عايزه تحفظيه لشم النسيم تحطيه في علبه محكمه الغلق وتعينيه في الفريزر لغايه يوم شم النسيم باذن الله تطلعيه تكليب الف هنا وشفا. كده الفيديو بتاع النهارده خلص. يا رب يكون عجبتكم الطريقه. كل سنه وحضراتكم طيبين. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتوصلوا لي الفيديو ده ل 25,000 لايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد عن قناتي قناه ست البيت. مع تحياتي منال، وكل سنه وحضراتكم طيبين.